السلام عليكم حبابي. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. اليوم الوالدة غتشارك معكم أفكار زوينة كتخصكم وكتخص إن شاء الله الكوزينة بالضبط. غادي تشارك معكم هاد الأفكار باش تستافدوا منها وفي نفس الوقت غتزينوا بها الكوزينة. وهنا راه جابت الاشياء اللي غادي تصوب بها المهم هاد الاشياء اللي غادي تكون باش تزين بها الكوزينه غتنفعكم انا متاكده غتنفعكم في الكوزينه، لان حنا السيدات كنبغيو ما نغيروا في لا كوزين، كتبغي حويجه كتشوفها بالمنظر زوين وان شاء الله غتنفعكم بزاف. وكيف ما كتشوفوا ماشي بالضروره تكون شي حاجه واو باش غتصوبي بها داك الشكل اللي غيكون في الكوزينه زوين اشياء بسيطه كما كتشوفوا. هنا الام ديالي هي اللي كتصاوب بايديها وكتصاوب هذا الشيء، هي عندها افكار زوينه وكتبغي تقترحها معكم. وبالنسبه لهاد الاشياء اللي كتشوفوا هنايا كتصاوب بهم راهم اشياء بسيطه بحال هذا. راه المهم هنايا راه كتصاوب في هذا. المهم الحاجه اللي كنحطوا عليها مثلا هذا طنجره سخونه، اي حاجه سخونه كتحطيها عليها راه هي اللي غتصاوبها دابا. وبالنسبه تاني غتجيكم مثلا بحال هذا ملي غادي تصاوبوه غتشوفوه معنا. المهم هي كتخدم بايديها وانا كنفسر لكم بالنيابه عليها. هنا هادو هما اللي غادي تخدم به. هذا راه بحال هذا السلك والبلاستيك تا هو سلك قابل للسخونيه، كيتحط عليه سخونيه ماشي مشكل. وهنايا من اجل التزيين كيف ما كتشوفوا هذاك السلك اللي كتصوب به. المهم غتجي على شكل دائري اللي غادي تشوفوا دابا، وخليكم معاها راه هي كتصوب فيه وانتم كتشاهدوا لا فيديو حتى الاخر ان شاء الله. وغادي نبدا نفسر لكم بشوي بشوي كيف ما كتشوفوا. دابا هي خدامه كتصوب فيها ان شاء الله. هذه غتكون كتحطي عليها مثلا طنجره سخونه، المهم اي حاجه سخونه براد اي حاجه، وغتجي في الشكل والمنظر غتجي واعره. ومشي بالضروره تكون شي حاجه غاليه واو باش نزين الكوزينه ديالي. هنا هاد الافكار غتنفعكم بزاف في الكوزينه. والشرط ان الانسان غيستافد وشجعوها. راه كدير بحال هاد الافكار هي عندها نيت في الدار كديرهم اغلب في الكوزينه، كتقاد هاد الامور كديرهم في الكوزينه بالعمل اليدوي ديالها. وهانتو تبعوا معنا لا فيديو حتى الاخر وغتشوفوا النتيجه غتعجبكم بزاف. هانتوما الحجر، شتي الحجر كيفاش كيتركب فيه؟ شتي الحجر كيفاش كيتركب فيه؟ كيجي فيه زوين. هنا عاود راه شدات القرعه بحال هاد القرعه تنحطوا فيها السنيده ولا السكر ولا اتاي. هنا حتى هي غتزينها بطريقتها. وشوفوا معنا باش باشياء بسيطه، مثلا عندك مثلا شي توب كيف ما كان عندك في الدار غتستعمليه شي توب، وفي نفس الوقت غتعطي المنظر لهذيك
القرعه تاع الزاج اللي كديري فيها مثلا كتحطيها في البوطاجي كتعطي واحد المنظر زوين. وحتى في نفس الوقت بالنسبه ملي غادي تسالي في الاخر غتبين لكم هذوك الاشياء اللي زينتهم. وبالنسبه لهذيك اللي تيحطوا عليها سخونيه ها هي فين هي صوبتها كيف ما كتشوفوا. راه كيف ما تبغيكم بحال دابا مقله ولا داك سميتو ولا الكاسوره كتكون سخونه وداك الشيء تتحط عليها في المنظر كتجي زوينه وفي نفس الوقت بالصنع ديالك صايبتيها. ها هي صوبتها وغتبينها لكم في الاخر حاطه فيها المقله. وبالنسبه للقرعه ديال السنيده او السكر او اتاي حتى هما تنحتاجوهم في الكوزينه بالاساس كيغير ما كتبقاش قرعه بحال هكا. غتصوبيها بالثوب ان شاء الله هي كتخدم لكم تاني الثوب ديالها كيفاش غتغيلفها. غتغيلف هذيك قرعه الدجاج ما تبقاش تبان تعطي واحد المنظر زوين. تابعوا الفيديو معنا وها نتوما كتشوفوا الاعمال اللي كتصوب الام ديالي وشجعوها ان شاء الله. وكملوا معنا الفيديو حتى الاخر وغتشوفوا النتيجه ديال هاد الاعمال اللي دارت من اجل تزيين الكوزينه. دابا شفتوا القرعه كيف جات المنظر ديالها زوين. تبدل هذا الشكل ديال القرعه ما بقاش تيبان القرعه ديال الجد. وهذه القرعه الثانيه عاود حتى هي نفس الطريقه عندها اثواب غادي تشكلهم وتفصلهم على سميتو على الشكل ديال القرعه الزاج. وغادي تصايبهم ان شاء الله كيف ما القرعه الاخرى غير باش المهم تغير لك الديكور في الكوزينه ما يبقاش تاني نفس الديكور من الانسان كيمل. والكوزينه باش يبان المنظر ديالها زوين. وشي حوايج كتصيبهم في البيت ديالك باشياء بسيطه ماشي بالضروره يكون عندك داكشي تشريه غالي وهذا. المهم كتبغي شويه الخطا والانسان يكون عنده افكار زوينه كيبارطاجيها مع الناس والحباب. هنا كيف ما تشوفوا هاد القرعه حتى هي غادي تصاوبها بدلت الشكل ديال الثوب وغادي تجي زوينه ان شاء الله كيف ما كتشوفوا. هنا كتشارك معكم الافكار هي صايبه القرعه الاولى والثانيه كذلك ومثال حتى هي غتكون بحالها. المهم هي كتعطيكم افكار والانسان كيستافد من الافكار ديال الاخر وفي نفس الوقت تشجعونا بالتعاليق ديالكم الزوينه. هنا القرعه جات غزاله هذيك الموف. وبالنسبه للكحله راه حتى هي نفس الطريقه باش غادي تخيط وتصب. المهم هي عطاتكم هذه الفكره. وحتى واحد القضيه غادي نخليها لكم بالكم. هنا بالنسبه اسمحوا لي هنا بالنسبه لهذه اللي تحطي عليها ما طنجره سخونه ولا هذا. المهم هي شي الشكل ديالها كيف جات زوينه جات رائعه المنظر ديالها زوين. كتحطها في نفس الوقت منظر وفي نفس الوقت تخدمي بها. هنايا واحد القضيه هنايا غادي نعطيها لكم. هنا اللي بغيتي مثلا داك الثوب
بكترة مثلا كتهزي بايدك تكون فيها الماء ولا تكون فيها شي حاجه، بغيتي سهل في انك تشدي دوك الثوب وتصبنيه وتعاودي ترجعيه، يعني ساهل، يعني قضيه سهله هنايا. كيف ما كتشوفوا هنايا ها هي غتعاود تلبس القرعه الغلاف ديالها، ممكن تحيديه وممكن تصبنيه وترجعيه يجي يرجع نقي. بالنسبه لهذيك حتى هي كنحطوا لها سخونيه، شتي المنظر ديالها كي جا باشياء بسيطه، راكم شفتوا السلك اللي صوبتها به، وشتيو هذاك المهم هذاك اللي تيبان خضر راه الثوب. اي ثوب عندك مثلا شي هذا ثوب كتصايبيه على الشكل اللي هي كيف ما صايباتو. وهاد القرعه اسهل ما يكون، زوينه، افكار زوينه بسبب غتنفعك في الكوزينه ديالك. وبسلام عليكم، وبارطاجيو معنا الفيديو، وزيدوا شجعونا في التعاليق، وبسلام عليكم.